إذا مشاهدينا، المنتخب الإماراتي يكمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز أمام المنتخب الجزائري بركلات الترجيح، وبالتالي المنتخب الإماراتي سيقابل المنتخب المغربي بالدور نصف النهائي بهذه البطولة. نصف النهائي الآخر الأردن في مواجهة المنتخب السعودي. مبروك كابتن إسماعيل، هارد لك كابتن رفيق. دور نصف نهائي بالنسبة للمنتخب الإماراتي، كيف تابعت هذه المباراة؟ الأشواط الإضافية، ركلات الترجيح كذلك. والله شوفي، أول شيء الحمد لله مبارك حق جمهورنا والشعب الإماراتي بالفوز وبالهدر الجمهور الجزائري. ركلات الترجيحية معروفة في النهاية هي مسألة حظ وتوفيق، والحمد لله أنها جت لمصلحتنا. رتم تصاعدي المنتخب الإماراتي في الفترة الأخيرة، مستوى ثابت. أتوقع أن نصف النهائي بالنسبة لنا هذا شيء لازم نبني عليه، ومكاسب كثيرة صراحة إلى اليوم للمنتخب الإماراتي من بعد التصفيات كأس العالم. أتوقع إن شاء الله نحن علينا أن احنا نعمل، ودائما النتائج ممتازة إذا جت، لكن علينا أن نحن نعرف أن في عمل كثير ورانا لازم نركز عليه. فعلا من الانتظار لهذه المواجهة ما بين الإمارات والمغرب. يعني كابتن رفيق، كان المنتخب الجزائري مرشح فوق العادة بأن يصل النهائي، أن يحرز اللقب وأن يحافظ على لقبه في 2021. ما الذي حدث في هذه المواجهة مع أنه دخل المرشح الأوفر؟ الترشح دائما على الورق، لكن فوق المستطيل الأخضر شيء آخر. أول شيء مبروك للمنتخب الإماراتي، وهارد لك لنا جميعا، جماهير ودولة ولاعبين وطاقم فني. هذه كرة قدم فيها دائما مغلوب وغالب، ولكن لم نستعمل أو نستغل كل الأدوات لكي نفوز. الشوط الأول ممكن كنا جيدين في الاستحواذ، الشوط الثاني بداية الشوط الثاني كنا أفضل في الفرص، سجلنا الهدف وتراجعنا بعض الشيء. كنا قادرين ممكن في الأشواط الإضافية بالتغييرات اللي كانت شوية متأخرة، مثل بعض اللاعبين اللي كانوا ممكن يصنعوا الفارق، ولكن عندما تمشي إلى ضربات الجزاء، ضربات ترجيحية 50% 50%، معك شوية حظ، شوية يعني خبرة، يكون عندك حارس رغم أن صدة واحدة أو اثنين على ما أظن، لكن هذه هي. نحضر للمستقبل، ممكن في بعض اللاعبين تقريبا عدة عناصر راح يغادروا المنتخب المحلي ويعتزلوا. تحضر دائما في المستقبل، في يعني بعض اللاعبين الشبان اللي ممكن تبني عليهم وتبني تحضر للقادم. على كل حال عندنا فيه كأس افريقيا للأمم ينتظرنا، أظن تكون الأنظار كلها موجهة لهذه المناسبة، وإن شاء الله نكونوا افضل في كاس افريقيا ان شاء الله. العديد من المنعطفات مر بها من التصفيات لكاس العالم مرورا الى هنا بكاس العرب. فعلا لم يكن مرشح، يعني تاهل باخر جوله والان يتواجد في نصف النهائي، وكل شيء يعني ممكن، خاصه من الامارات في كاس العرب لديها فقط انجاز هو المركز الرابع، لم تحرز اللقب ابدا. اكيد، هو دائما نحن نقول في عالم كره القدم احذر من الفريق اللي ينولد داخل البطوله. المنتخب الاماراتي في رتم تصاعدي من الشوط الثاني بعد الطرد مباراه الاردن، المنتخب الاماراتي قدم مستوى افضل، فاتوقع انه هو في رتم تصاعدي. المباراه القادمه اكيد ما بتكون سهله. انا بالنسبه لي المرشح الاول هو المنتخب المغربي، لكن هذه كره القدم دائما تعترف في نفس اليوم من صفر الحكم الى نهايه المباراه كل شيء جايز. واتوقع ان نبني ونشتغل، لكن دائما نعالج اخطائنا وقت الفوز. هذا مهم جدا اذا انت تبغى تشكل منتخب قوي للمستقبل. 3 منتخبات من عرب اسيا، منتخب من عرب افريقيا، ربما نشهد نهائي خليجي، ربما نشهد نهائي ان يقابل سلامي منتخب بلاده، وربما نشهد بطل جديد. الامارات لم تحصل على اللقب والأردن لم تحصل على اللقب. اتوقع ان من المفارقه الجميله في صعود 4 فريقين كلهم من نفس المجموعه، الاردني والاماراتي نفس المجموعه، المغربي والسعودي من نفس المجموعه. ف ما بنقول ان هاي المجموعه الحديديه، لكن سبحان الله مفارقه جميله. واتوقع ان الحين صعب التكهن، لكن نتمنى ان شاء الله ليش لا نكون نحن لاول مره الابطال، لكن علينا ان نتجاوز المغرب في نصف النهائي، وشيء ما بيكون سهل صراحه.
الجزائر دخل كحامل لقب، دخل بطموحات كبيرة. الآن أكيد الجماهير الجزائرية ستنسى هذا الموضوع وتركز غدا في الالتقاء للاعبي والتشكيلة النهائية لما هو مقبل في كأس أفريقيا. أكيد لكي ينسوا هذا الإقصاء. يعني الحمد لله الكأس الإفريقيا قريب جدا، يعني الوقت توقيت يعني قريب. بعد أظن الافتتاح حيكون أول مباراة في تاريخ 21. إن شاء الله نكونوا جاهزين وحاضرين 100% ونشرفوا الكرة الجزائرية ويعطوا أفضل ما عندهم. يعني صحيح حتى في كأس إفريقيا احنا مرشحين، ليس المرشح الأول، ولكن عدنا حظوظنا ونمتلك الأدوات والإمكانيات ونمتلك فريق قوي. ممكن أن نذهب بعيدا في هذه البطولة. كابتن اسماعيل، فيما يتعلق بالمنتخب الإماراتي، مباراة أمام المنتخب المغربي بالدور نصف النهائي، بما قدمه المنتخب حتى الآن، تجد الفرصة سانحة أمام المنتخب الإماراتي أمام منتخب المغرب؟ أكيد أتوقع أن في كرة القدم تعترف في ظروف المباراة في وقتها، من صافرة البداية للنهاية. على الأوراق نعم المنتخب المغربي أفضل، لديه حظوظ أفضل، لكن داخل المستطيل الأخضر تختلف المعطيات. أتوقع أن عندنا حظوظ إذا تعاملنا مع المباراة بطريقة أفضل، إذا صلحنا من أخطائنا، لأن أوقات أنت تجيك أخطاء وفرق ما تستغلها، وهذه الأخطاء ياسة تتكرر. فهذه مثل جرس الإنذار، أنت لازم أنك أنت المباراة القادمة إذا أنت تبى تلعب على البطولة، هالأخطاء لازم أنك أنت تقلل منها، ومو بكل مرة بتسلم منها. كابتن، كنا نتحدث المنتخبات الأربعة التي تأهلت بنسخة 2021 إلى الدور نصف النهائي كلها ودعت منافسات هذه البطولة. منتخب الجزائر الآن، منتخب مصر، منتخب تونس، منتخب قطر كذلك. الآن 4 منتخبات جديدة هذه النسخة، وهذا اللي كنا نقولوا فيه. كرة القدم تعترف إلا بالواقعية، تعترف إلا بالعوامل والخصوصيات المباريات الحالية. يعني كل وقت ووقته، حتى ولو في 2021 كانت المنتخبات هذه في أفضل أحوالها. ممكن المنتخبات التي كانت تقريبا بالصف الأول، نصف الصف الأول، نتكلم على مصر، نتكلم على تونس، نتكلم على الجزائر، قطر، كانوا تقريبا بالفريق الأول. وممكن هذا النسخة هذه تختلف، يعني التوقعات ليس صحيحة 100%. يعني ولا واحد توقع يعني التوقعات الصحيحة في بداية هذه المنافسة. شفنا يعني مفاجآت، شفنا فرق ولا واحد كان ينتظر أن تمشي بعيدا وتعطي يعني مردود جيد. نتكلم على فلسطين، نتكلم على البداية قوية للأردن، نتكلم يعني هذه ما تدل على النسخة هذه تختلف الأمور فعلا، حتى من ناحية الحضور، من ناحية الجوائز المالية، من كل شيء هي متغيرة وإلى الأفضل. ولكن كنا نتحدث، وفاء سأل عن المدرب قوزمن الذي لديه جولات في الدوري الإماراتي. لو أخذنا يعني بالأرقام منذ إبريل في هذا العام، أتى قوزمن لعب 13 مباراة، خسر فقط 3 مباريات. ولكن من يسمع هذه الإحصائية يقول أوه ممتاز، ولكن هي مباريات مفصلية كانت. هل هذا الشيء وما حدث إلى اليوم يشفع لبقاء قوزمن لما تبقى من مشروعه؟ والله شوف، أنا دائما لازم تعطي كل إنسان حقه. من الظلم أنك أنت تحكم على مدرب تمسك مهام في هذا الوقت وتحكم تتريى منه نتائج. أكيد هو بيساعدك في النهاية، هو ما يملك العصا السحرية. كل شيء محتاج في الحياة وقت، يا ما يفهم اللاعبين، يا ما يدخل في الأجواء. مثل ما قلنا عالم كرة القدم فيه كثير، وأنا عشت هذا العالم. أوقات في ناس في مباريات صعبة ما يكون حاضر، وايد أشياء تكون موجودة خلف الكواليس. لكن كمدرب أنا أتوقع لازم إن احنا نعطيه فرصة، لازم إن نعطيه المساحة اللي يشتغل فيها، لأن في النهاية العمل محتاج وقت. التخطيط، النجاح، أوقات تنجح أنت في فترة زمنية بسيطة، بس مو معناته أنك أنت حققت لك كل الطموحات. أوقات الظروف تخدمك، لكن أنت كمدرب تحتاج وقت، وخاصة مع منتخب. وأتوقع أن هذه البطولات ممتازة. اليوم في أسوأ، مثل ما بدينا سيء، بدينا نتصاعد مع مرور التشكيلة، قامت تتغير، إضافات في بعض العناصر، اكتشف لعيبة جداد في البطولة، شفنا الدفاع بدأ يتحسن مع ساشا. فأتوقع في إيجابيات كثيرة.
انا مع استمرار بالنسبه لي كوزمان على اللي قدمه. في اخطاء نعم، ما في عمل ما في اخطاء، بس نحن لازم نصلح اخطاء. كابتن رفيق، يعني الأردن، السعودية، المغرب في مواجهة الإمارات، أعطينا توقعك للمباراة النهائية. والله صعب التوقعات. هلا لازم تكون مرتاح. اول مره فيك تتوقع بدون ضغوطات الآن. ممكن نمشي في النهائي بدون ضغوطات. بدون ضغوطات. زمان بدون ضغوطات يعني. على الورق يعني منذ البداية نقول على الورق ولا شكل الفريق الأول السعودية مرشح، ولكن بعد هذه المباريات اللي شفناها وبعد خروج أفضل الفرق في النسخة الأخيرة لا يوجد توقعات يعني. لا يوجد مرشح أول ولا يوجد مرشح ثاني. أظن متردد. تحير رفيق. نروح اسماعيل. الإسماعيلي نفكر سيكون الإسماعيلي. الإسماعيلي يقول لك الإمارات. يوسف شيبو كان بينتظرك للمباراة القادمة، بس للأسف يعني إسماعيل حيسد محلك. هي المباراة القادمة كان بيستنى وبينتظر، قال يعني أنا رفيق عم بنتظر، ولكن إسماعيل حاضر حتى يحل محلك في المباراة القادمة. من تتوقع؟ طبعا الإمارات تتوقعها، ولكن الطرف الآخر السعودية والأردن. والله السعوديه والاردن المباراه بتكون صعبه. ساتوقع ان بين خبره السعوديه والإمارات وغوة لا اتوقع، لا انا ما اتوقع درب، يعني ما بقول السعوديه صراحه، لان المنتخب الاردني انا كل الاحترام صراحه. يعني صعب ان اقول لك ان المنتخب السعودي بيتفوق على المنتخب الاردني. المباراة بتكون صعبة، واللي بيتأهل إن شاء الله نحن نتريا إن شاء الله. الله راضي. شو حد بده يتوقع؟ فكرك؟ لا عارف الإجابة من البداية. طيب الإسماعيل يعني كبرت به. ممكن السعودية المغرب في النهائي. السعودية المغرب. هذا على الورق. في المستطيل كل شيء طبعا ممكن أن يحدث. طبعا نذكر مشاهدينا بمباراتي الدور نصف النهائي. ننتظر إذن لقاءين، المنتخب الأردني سيقابل المنتخب السعودي، المنتخب المغربي بداية سيقابل المنتخب الإماراتي بالدور نصف النهائي يوم الاثنين، وكذلك المنتخب السعودي في مواجهة المنتخب الأردني. طبعا بالانتظار هاتين المباراتين في استاد خليفة واستاد البيت، السعودية والأردن، لمعرفة من سيكون في النهائي في استاد الوسيل. هناك بطلان سابقان السعودية والمغرب، وهناك بطلان إن كانا جديدان هما الأردن والإمارات. بالانتظار لذلك اليوم. وأيضا نذكر بأن هناك مليون مشجع، رقم جديد في هذه البطولة إلى الآن بمختلف المواجهات. هناك 68 هدف في 28 مباراة، مش أكيد. كل شكر اسماعيل مطر. حبيبي الله يسلمك. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا كابتن رفيق صيفي، شكرا جزيلا شكرا لك. لكم. شكر موصول لكم مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. رسميا تعرفنا على الطرف الثالث في دور نصف نهائي كأس العرب قطر 2025. من بعد قبل قليل انتهت المباراة اللي جمعت ما بين الأردن والعراق بفوز الأردن بهدف من ركلة جزاء. اخوان ديالي كما توقعنا جميع المنتخبات اللي توقعناهم يدوزوا نصف النهائي دازوا. دابا بعد قليل غادي تبدا المقابله الرابعه ما بين الامارات والجزائر، وباش نتعرفوا على الطرف الرابع والاخير باش يكمل المربع الذهبي. كما عرفنا بالامس المنتخب المغربي قدر يفوز على سوريا بهدف ل0، ومنتخب السعوديه قدر يفوز على منتخب فلسطين بجوج ديال الاهداف، الهدف واحد من بعد اشواط اضافيه. اخوان ديالي كنا توقعنا في الفيديو اللي سبق ان المنتخب المغربي غادي يربح منتخب سوريا، وبالنسبه للمنتخب السعودي قلنا انه قادر انه يوصل نصف النهائي على حساب منتخب فلسطين. وفي المقابلات ديال اليوم توقعنا ان الاردن غادي تربح منتخب العراق، وهذا الشيء اللي كان 75% من التوقعات ديالنا كلها مشات صحيحه بدون استثناء. بقات المقابله الاخيره اللي توقعنا ان منتخب الجزائر يقدر يفوز على المنتخب الاماراتي، لكن نتسناو تبدا المقابله من دابا ساعه مباشره غادي تبدا المقابله الاخيره باش نتعرفوا على شكون الطرف اللي تيتسناه المنتخب المغربي في نصف النهائي. واش المنتخب المغربي غادي يكون مع موعد ثاني كما النسخه الماضيه اللي كانوا تلاقى مع المنتخب الجزائري، هذه كانت في ربع النهائي، هذه تكون في نصف النهائي، او لا المنتخب الاماراتي عنده راي اخر وغادي يقدر يفوز ويدوز باش يلاقي المنتخب المغربي في نصف النهائي. المهم الاخوان حنا
اللي جا مرحبا به. نتمنوا التوفيق للجميع، ونتمنوا ان المنتخب المغربي يكون طرف في المباراه النهائيه باذن الله. وحتى لهنا ما بقى لي غنقول لكم الفيديو ديال اليوم سالا. نتلاقاو في مواعيد جديده ان شاء الله، وخليوا لنا التعاليق ديالكم والاراء ديالكم كيفاش جاوكم مباريات ديال ربع النهائي، كيفاش شفتوا شكون المباراه اللي كانت حماسيه، وشكون المنتخبات اللي كانت عندها او لا شكون المنتخبات اللي كانت تستاهل انها تدوز النصف النهائي لحد الساعه. حتى لهنا الاخوان نتمنى تبقاو على خير وبخير، تنشوفوا من بعد. تهلاو في راسكم، الى فيديو قادم.